بتبدأ حكايتنا وبنشوف بطلنا زانج واللي قاعد في المدرسة بس مطنش الشرح الأستاذة بتاعته، واللي بتشوفه وبتنادي عليه وبتقول له يلا جاوب على السؤال ده يا أستاذ زانج. فبيقف المعلم زانج هنا وبيعمل نفسه كده مش عارف يجاوب، فبتقول له الأستاذة تشين ده بقى عيب الطلبة الشاطرين دايما كده مش مركزين في الحصة. بس المعلم هنا بيجاوب على السؤال وبيضحك الطلبة عليه، فبتقول له تشين اقعد وركز بعد كده. وبعد كده بقى المدرسة بتكمل وبتخلص والمعلم لسه هيمشي ولكن بتنادي عليه، فالمعلم بيروح لها جري كده وبيسألها هي بتناديله بعد ما اليوم خلص وان هي اكيد مش عايزاه يذاكر دلوقتي، ولكن بتقول له بطل هزار كتير وان بكرة عيد ميلاده ال16، وبتسأله هنا لو مستعد للصحوة بتاعته. فالمعلم بيقول لها بثقة كده عيب تسألي السؤال ده لواحد محظوظ من وهو صغير، انا متأكد ان مش هيبقى في اي مشاكل في صحوتي. بس المعلمة بتقول له ما تبقاش واثق قوي كده، في ناس عباقرة كتير بعد الصحوة قوتهم الروحية ما كانتش موجودة، وكمان في منهم اللي قوته بتكون اي كلام، يعني من الاحسن ليك تبقى مستعد نفسيا لأسوأ سيناريو. وبعد كده بقى بنعرف ان الصحوة دي بتحصل للكل في سن ال16، واللي بيطلع لكل واحد قوة معينة واللي بيسموها روح الصحوة، وبتتسجل عند الدولة وبياخد عليها تقييمات. بس المعلم هنا بيطمنها وانه حتى لو كانت وحشة فبرضه هيقدر يتعامل مع الموقف، واللي حتى لو كانت زي جارهم تشانج كرسي متحرك فهيستخدمها في التوصيل. فالمعلمة هنا بتضحك على كلامه ده، وبعد كده بقى بتديله أداة كشف الأرواح وبتقول له خد يا معلم دي بقى هدية عيد ميلادك. بس فجأة كده بيحصل حاجة زي زلزال، واللي فجأة زانج بيختفي وبيغمى عليه، واللي لما بيفوق بيلاقي نفسه كده في مكان غريب ساحة عشب كبيرة جدا. فالمعلم بيتحرك وبيحس كده بأعراض في جسمه، فبيفهم هنا بقى ان كده في ظاهرة غريبة هتحصل، وان الأعراض دي هيبقى رد الفعل التحسسي اللي قالوا عليه انه بيظهر نتيجة الظواهر الغريبة. بس المعلم بيكون معاه في الشنطة الدواء بتاع الأعراض دي، فبياخده كده وبتختفي كلها. وبعد كده بقى بيقعد ينفذ الخطوات اللي قالوها ليهم في المدرسة لحد ما توصل هيئة الإنقاذ. والمعلم هنا بيتأكد كده من وجود الإسعافات الأولية وبيبعت إشارة استغاثة وبيدور كده على مكان أمان. وبعد كده بقى بيقعد الرايق يتصور وبيطمن على زملاته ولا كأنه في رحلة، بس بيلاقي إن واحد باعت له ريكورد وبيصوت له وبيسأله إيه اللي وراه ده، فبيبص وراه كده فبيلاقي ضب عملاق. فبيقف المعلم بهدوء هنا وبيقول لنفسه اهدى يا زانج، الدببة كده كده مش بتاكل البشر واكيد نظرهم على قدهم، يعني لو دخلت الغابة اكيد هكون في امان. بس فجأة كده في حد بيكلمه وبيقول له اجري يلا. فالمعلم بيبص حواليه هنا كده وبيتفاجئ ان الهوا هو اللي بيكلمه، بس بيكون محتار يجري ويجذب انتباه الدب ولا يفضل على خطته، بس احساسه بيقول له اجري يا مجدي. فالمعلم هنا كده بيفعل وضعية محمد صلاح وبيديها سبرنت وهوب بيطلع له قرش كده من تحت الارض، حاجة كده نصف كرش ونصف 44 وبيجري وراه. فبيبقى المعلم زنج بيجري وهو بيقول لنفسه ده طلع منين ده، واللي بيبقى لسه هياكله كده بس الهواء بينقذه تاني. فالمعلم بيرجع يجري ولكن وهو مبسوط بالاكشن اللي بيحصل في حياته ده، وبيكون معجب جدا بالقرش علشان هبة كده، واللي هو يعني قرش وبيمشي على الارض وكمان سريع، يعني حاجة كده عاملة زي تسلا. بس بعد فترة من اعجابه ده بيتفاجئ انه بيجري بسرعة وبيبعد عن القرش. فالمعلم بيبص كده فبيلاقي ان الهوا بيحركه لقدام، بس فجأة القرش بيديها كده سبرنت سرعة واللي على طول بيحصله وبيهجم عليه، ولكن الرياح بتنقذه. بس برضه المعلم بيكون اتصاب، بس بياخد جرعة ادرينالين كده واللي كان شايلها الوقت عوزة وبيجري من تاني اسرع من الاول، وده لحد ما بيهرب اخيرا من القرش، واللي اخيرا برضه حد بيرن عليه من الانقاذ واللي بتكون مامته هي الرئيسة اصلا. فالمعلم هنا كده بيبلغها باللي حصل معاه وحالته حاليا، فبتقول له على مكان يروح. بس المعلم يا عيني بيكون قدامه كده بتاع ساعتين مشي
وماشي. فبيقول لها في ايه يا حاجه؟ بقول لك عظمي كله متكسر، انا مصاب بحروق كمان، همشي ازاي كده يعني لمده ساعتين؟ فبتعرفوا ان الليل باقي عليه ساعتين بس، وساعتها بقى درجه الحراره هتكون -20، يعني استحاله يعيش بالاصابه دي، يعني لازم يسمع الكلام، وان المكان اللي بتقوله عليه ده اعلى نقطه حراره قريبه منه، يعني هيقدر يعيش لحد ما فريق الانقاذ يجيله. فالمعلم بيسالها طيب ازاي هيوصلوا بسرعه، وان اسرع عمليه انقاذ اصلا كانت في خلال 15 ساعه. فبتقول له 10 ساعات بالظبط وهننقذك، وان باباه بنفسه هو اللي اخد فريق الشهود وجايين ينقذوه. فالمعلم بيطمنها كده انه هيروح لهناك، وبيخيط الجرح لنفسه كده، وبعد كده بقى بيمشي وهو تعبان لحد ما بتكلمه مامته وبتحذره ان في عاصفه جايه عليه. فالمعلم بيقول لها انه هيتحرك اسرع، وبيعطس كده وهو بيقول لها انه كان مستغرب البرد. فبتقول له ان ده ممكن يكون بسبب الادويه، بس لازم يتحرك بسرعه دلوقتي علشان حياته في خطر كده. وبيكون المعلم بيتحرك بس حاسس بتعب كبير في رجليه. وبعد كده بقى بيجي الليل عليه، واللي بيكون المعلم لسه بيمشي، ولكن بتكلمه مامته هنا وبتساله عن الوضع. فالمعلم بيعرفها مكانه، بس بتقول له انه متاخر جدا، يعني لازم يسرع اكتر من كده. بس المعلم بقى بيكون حاسس كده ان البرد سيطر على جسمه، وبيقع على الارض وعمال يقول انا مش قادر اكمل. وبتبقى مامته هتعيط، ولكن بتشجعه برضه انه ما يستسلمش، وانه عدى بالاسوأ من كده. فالمعلم بيتشجع هنا وبيقوم من تاني، وبتجيله القوه كده وبيجري تاني، بس بيكون مستغرب هنا ان جسمه بقى سريع واخف من الاول، وبيقول مهما كان اللي قدامي مفيش حاجه هتوقفني. والمعلم بيفضل يجري لحد ما بيحس كده ببخار ميه، فبيتاكد ان دي النقطه اللي مامته قالت له عليها. والمعلم بيبقى هينط للمكان كده، ولكن بتطلع له الرياح وبتقول له يلا خد طريق تاني بسرعه، ولكن المعلم بيرفض وعلى طول بينط، واللي بيقع في النص كده، بس الرياح بتنقذه وبتنقله كده لقلب المكان. فالمعلم هنا بينام وبيحلم بكوكب الارض بيلف حوالين ايديه، واللي في نفس الوقت بيكون باباه بيتابع مكانه، ولكن بيستغرب انه ثابت في المكان ده بقاله 6 ساعات. وهنا بقى بيقلق، فبيجري اسرع كده ورا الفريق، واللي بيكون همهم بس ان هم ينقذوه في اسرع وقت. وبعد كده بقى بيوصل باباه وبيلاقيه نايم على الارض، فبيجري عليه كده، فبيلاقيه نايم بس ما فيهوش اي حاجه، فبيرزعه بالقلم هنا كده. فالمعلم هنا بيقف وبيقول له ايه ده يا عم الحاج، حد يصحي حد كده. واللي لسه باباه هيطلع الاسعافات الاوليه علشان يعالجه، بس بيتفاجئ الاتنين ان الاصابات اختفت، مفيش حاجه خالص. فبيقول واحد منهم ده شكله كده حصل له صحوه ذاتيه، فبيسألهم معلش يعني ايه الكلام ده؟ فبيعرفوا ابوه هنا ان الصحوة في العادة يعني بتبقى بمساعدة القوة الروحية لاشخاص تانية، بس في ناس بقى بتحصل لهم كده صحوة ذاتية، ودول بيكونوا اقوى. فالمعلم هنا بيقول لهم حلو قوي الكلام ده، بس انا مش حاسس بحاجة خالص. فابوه بيقول له هنا انه هياخدوا المبنى الشهود يفحص قوته الروحية الفطرية. فالمعلم بيتفاجئ من كلامه ده، وبيقول له ابوه هنا ان هو ومامته ادركوا في الحادثة دي ان هو فعلا قوي ويستحق دخول مبنى الشهود. فالمعلم زنج بيفرح جدا، بس فجأة كده بتقع شنطته، واللي بيطلع منها كده جهاز كشف الأرواح. فبيسألوا باباه عنه، فبيعرفوا إن تشين اديتهوله كهدية يعني. وبعد كده بيقرر يختبر قوته دلوقتي، وبيقول لأبوه اللي هيحصل في جسمه، واللي بيبقى كلهم كده عندهم فضول كبير عن قوته. وبعد كده بقى أبوه بيعرفه إن القوة الفطرية هي اللي بتحدد موهبة الشخص، واللي كل ما تزيد أكتر كل ما كان أحسن. وفي الإنسان العادي الطبيعي بتكون 10، بس من فترة قريبة كده شافها في واحد قده كده حوالي 38,000 أو أكتر كمان. فالمعلم زنج بيتصدم من كلامه ده، بس أبوه بيقول له مع ذلك هي ما بتحددش القوة، يعني مثلا عمه هنا قوته الفطرية 8 بس، ولكن هو يعتبر العمود الفقري للفريق، والكل بيشجعه هنا إن هو يتقبل النتيجة أيا كانت. وبعد كده بقى بيبدأ الجهاز يحدد، فالمعلم بيقول لهم يلا شوفوا عرفوني، ولكن بيتصدموا ان الجهاز مديهم كده لا نهائي. فالكل بيستغرب وبيقول له ابوه ممكن البتاع ده يكون مكسور، وبيطلب منه يقيس كده مرة تانية، وبيكون باين عليه القلق. فالمعلم بيقيس هنا كده وبيطلع بنفس الشكل، فبيقول له العم ابنك طلع عبقري. فابوه بيقول له هنا يلا بسرعة اقفل صندوق الصوت والانظمة الشبكية بتاعتك، وبيمنعهم ينشروا اي حاجة عنه لحد ما ياخدوا المبنى الشهود
ويفحصوا هناك. فزانج هنا بيسأله هو انت ليه متوتر كده، وهل ارتفاع قوتي ده حاجة وحشة؟ بس بيعرفوا ان الفترة الأخيرة في تجديدات كبيرة من الدولة، وده خصوصا للأشخاص اللي قوتهم بتكون عالية، وان هو كأب مش عايزهم ياخدوه لبعيد وهو في السن الصغير ده، يعني مش عايزه يشيل مسؤوليات مش بتاعته. فبيسألوا واحد منهم يعني انت كده ناوي تلعب بالبيانات؟ فبيقول لهم انه هيكسب وقت بس لفترة قليلة، وبيقول للزنج ان هو هيوفر له الوقت وهو حر يستعمله براحته، ولكن بيقول له ما تقلقش انا مش هضيع الوقت. فبعد كده بقى بيقول له باباه يرجع وهو هيروح ينقذ بقية اصحابه، بس لما المعلم بيسأله عنهم بابا بيسكت. فبيقول له انه كان لسه بيكلمهم وكانوا كويسين. فالمعلم بيبص في التليفون كده وبيلاقي ان في منهم مات، فطبعا بيزعل جدا، ولكن بابا بيقول له معلش دي طبيعة العالم يا ابني، واللي علشان يقدر يحمي اللي بيحبهم لازم يبقى اقوى. فالمعلم بيتشجع من تاني كده وبيتسابق مع بابا على اللي يوصل للبوابة الروحية الاول، وبيسبقوا بابا هنا. فبيقرر انه يزود سرعته، فبتحاول الرياح تساعده هنا، ولكن بطلنا بيرفض وبيقول انه عايز يعملها بنفسه، وبيجري اسرع كده وبيكون ملاحظ الاختلافات كلها، حاسس كده ان وزنه اخف وسمعه اعلى واحساسه بالوسط حواليه اقوى. وبعد كده بقى بيوصل لباباه واللي بيقول له هو ده ابني بجد، برافو عليك يا ابني. وبيبقى الباقيين هنا مبهورين بزنج اللي سبقهم كلهم. وبعد كده بقى بيوصلوا للمكان اللي رايحين له، وبيقول له ابوه انه هيسلمه للجيش ويرجع، بس هو يخلي باله من نفسه. وهنا بقى بيقابلهم تشين واللي بيقول له انه كان عارف انه هيرجع لهم زي القرد، فبيروح يحضنه كده. فبياخده بيعرفه انه هيوري له بوابات عالم الروح، بس بابا بيعترض على اللي بيقوله وبيقوله انت واخد ابني على فين. وبيستغرب من شكل المكان ده علشان بيبقى عامل كده شبه الوهم، وبيدخل معاهم من البوابة واللي بتحضنه مامته بسرعة كده وبتاخده مع بابا وبيمشي. وطبعا وهو بيحكي لهم على الفلوس اللي لقاها، واللي في اللحظة دي بتخرج بنت من البوابة كده واللي عمالة تقول انا جعانة، وهنا بتسأل عن الفلوس بتاعتها. وبعد كده بقى بترجع لبيتها وبتحتفل بعيد ميلادها لوحدها، وبتكون بتتمنى ان اي حد يقدر يشوفها، وبتقعد تتمنى كده حاجات كتيرة تانية، واللي من ضمنهم برضه فلوسها اللي ضاعت. اما بقى المعلم زانج فاللي بيكون كده على الاتجاه التاني اهله برضه بيحتفلوا بعيد ميلاده، وما شاء الله جايبين اكل كتير جدا. فالمعلم بيشكرهم وبيتمنى في سره كده من غير ما يقول لهم. وبالليل بينام كده وبنشوف كوكب الارض واللي عليه كده بقع كتيره. فالمعلم بيضغط على واحده منهم واللي بيظهر كده ان هي عالم روحي. فالمعلم بيحاول يفهم البقع والوانها، وبيكتشف هنا ان الخضره دي هي العوالم المستقره، وان البرتقاني هي العوالم الجديده اللي لسه ظاهره، وان ده كده عامل زي التنبؤ بالاماكن اللي هتظهر فيها البوابات، واللي بيبقى فيه نقطه بتلمع كده. فالمعلم هنا بيقول اكيد في عالم لسه هيظهر، فبيضغط هنا عليها كده واللي بيطلع منها ضوء قوي، واللي فجأة كده بيلاقي نفسه طاير في السماء. المعلم طاير فوق العمارات، واللي بيبقى فيه نيازك بتضرب الارض، بس حاجه بتضره كده. فالمعلم بيصحى مخضوض وبيجري على باباه ومامته واللي لسه هيحكي لهم، بس بيلاقي ان باباه بيقول له ان هم جهزوا الدنيا علشان يعملوا له اختبار الروح من غير ما يتسجل على الشبكه. فالمعلم هنا بيقول لنفسه هو ممكن يكون الحلم ده ليه علاقه بالقوه الروحيه، بس بيقرر يحكي لهم بعد ما تظهر النتيجه. وبعد كده بقى بيروح وبيدخل للجهاز وبيسالوا باباه ايه مستعد. فالمعلم بيقول له طبعا مستعد، واللي بتطلع هنا كده نفس النتيجه، وبتحضنه مامته بفرحه كده. فباباه هنا بيقول له جت كده خطوه ايقاظ الروح. فالمعلم بيحط ايده على الجهاز هنا كده، بس بيبلغهم ان فشلت العمليه. فبتتصدم مامته علشان ده معناه ان مفيش روح اصلا، وهنا بتقول ان اكيد في حاجه غلط. بس الاب بيهديهم هنا كده وبيقول لها ان في العادي مع ايقاظ الروح بتحصل اي حاجه غريبه، بس المعلم زنج ما حصلش معاه كده. فمامته هنا بتقول له حتى لو كده هو عنده قوه عظيمه، فازاي يعني مفيش روح؟ فالمعلم بيقول لها انه هياخده للوكاله الوطنيه، وده علشان يعمل الاختبار هناك. فبتقول له بس ده ممكن يكشفه، بس هو بيطمنها ان هو هيستعمل علاقاته هناك وانه اكيد مش هيعرضه للخطر. بس المعلم زنج هنا بيقول لهم فيها ايه حتى لو مفيش، كده كده لسه معانا الرياح ودي هتبقى الروح بتاعتي. وبتبقى مامته كده فخوره بيه وبتشده من خدوده وهي بتقول له ده ابني. وبعد كده بقى بيضحكوا مع بعض، فبيقول له باباه يلا علشان ما نتاخرش على الاختبار هناك. وبعد كده بقى ولما بيروحوا لهناك بيطلع له برضه
برضه نفس النتيجة. فالباحث هناك بيتأسف لهم برضه، بس الأب بيعرفوا إن هم كانوا مستعدين لحاجة زي كده. وبعد كده بقى بينادي على زانج علشان ياخدوا الفريق الشهود. فبيسألوا ايه هينفع انضم وانا من غير روح كده؟ فبيقول له اكيد، وانه اثبت قوته قبل كده. فبيقول لهم قبل ما يروحوا كده ان هو عنده كام معلومة ليهم، وبيحكي لهم على الحلم اللي شافه، وان في بوابة روحية ضخمة ظهرت في شنغهاي. فبيسألوا ابوه لو عارف كم الفوضى اللي هتحصل لو المعلومات دي طلعت للناس. فبيقول له اكيد، وعلشان كده حكاله. فبيزعق له ابوه هنا وبيقول له لا انت مش فاهم حاجة، علشان لو البوابة دي ما ظهرتش ساعتها بقى هيكون متهم، وقتها مش هيشوف العالم تاني ابدا، يعني هيتسجن. وبيسأله هنا لو عنده استعداد يتحمل المسؤولية. فالمعلم بيفكر في الموضوع كده وبيقرر انه لازم يعملوا حسابهم، وده علشان ممكن الحلم ده يكون حقيقة. وبيقول له ايوه انا مستعد. فبتقول له مامته انت كل شوية بتثبت لي انك ابني، وبتضربه على ظهره كده بتطلع روحه في الضربة. وبيبص له ابوه بفخر هنا وبيقول له انا هبلغ الكلام ده بنفسي، وما تقلقش حتى لو حاجة غلط اكيد برضه مش هيتسجن، وانه اقصى حاجه بس هيدفع تعويض. وبيقول له ان هو ومامته هياخدوا الفريق للمدينه وهو بقى يرجع للبيت، بس ما يضيعش وقت لان في مهام كتيره هيعملها بصفته بقى واحد من فريق الشهود دلوقتي. فالمعلم بيقول له بس كده تحت امرك يا فندم. وبعد كده بقى بيروح ينفذ المهمه، وهي انه يلف في محميه معينه ويتاكد ان كل حاجه كويسه. بس بعد كده بقى بيشوف وحش اكياس اليوريا، فبيمشي وراه علشان يمسكه، وبيستخبى كده علشان ما يشوفوش. واللي لما بيتابعه بيكتشف انه من النوع اللي بياكل خرده ولكن مش بياكل الناس. وبيفضل المعلم يتابعه كده، فبيحس انه عامل كده كأنه شخص بشري بيجمع الخردة. والمعلم بيحاول يتأكد هنا وبيكتشف انه فعلا بشري، واللي بيركز معاه علشان تظهر اكتر فبيتصدم انها بنت، واللي بتبقى نفس البنت. وبيلاقيها بتودي الخردة المكان كده وبتاخد عيش وبتتكلم مع صاحب المخبز، واللي بيكون مش شايفها اصلا، وبتدفع له الفلوس ولسه بتلف كده. فبتلاقي ست عجوزة بتاخد الحاجات اللي لمتها. فالمعلمة بتفضل تتنطط حواليها كده، ولكن الست مش شايفاها اصلا، واللي بتكون واخده الحاجات ديت وماشيه، واللي بتبقى هتعيط علشان هي عايزه تبيعهم وتروح تدفع فلوس المدرسه. وبتفضل تعيط بس زنج بيقاطعها هنا، واللي بيجيب حاجتها وبيسالها ايه حاجتك دي. فالبنت بتتفاجئ هنا وبتساله انت بتتكلم معايا انا؟ فالمعلم بيعرفها ان هو شايفها. فالبنت بتعيط فبيتاسف لها كده وبيشدها، وهو بياكد لها كلامه. فالمعلمه بتشكره بفرحه، واللي اول لما بيشوف ابتسامتها بس بيقع في حبها على طول، وبيحلم كده بحياتهم مع بعض. ده بيبقى ناقص يسمي عيالهم في المستقبل كمان. فالبت هنا بقى بتعرفه بنفسها وان اسمها باي، وبعد كده بقى بتساله عن اسمه. فالمعلم بيقول لها ان اسمه زانج. فبتمسك ايديه كده وبتقول له ان هي هتاكله على حسابها. يا ستي تقول ان انت عازماه وخلاص. بس المعلم بقى بيبقى مش هنا، وبيبص على ايديهم كده وبيقول لنفسه ده ايه السرعه دي، وبيبقى ماشي وراها وعمال يسال نفسه ايه نوع الحياه اللي عاشتها علشان ايديها تبقى كده. بس هي بقى بتكون مبسوطه كده ان امنيتها اتحققت، وان اخيرا بقى في حد يقدر يشوفها. فالمعلم بيقول لها ان امبارح كان عيد ميلاده برضه. فبتمسك ايديه بفرحه كده. فالمعلم بيقول لها بس كده هما مكتوبين لبعض، وبيعرض عليها الجواز. فالبت بتساله يعني ايه جواز اصلا؟ فالمعلم بيقول لها ان اتنين بيفضلوا مع بعض دايما. فبتقول له حلو الكلام ده انا موافقه، وبتكون فرحانه جدا ان اخيرا قدر حد يشوفها، وكمان هتفضل معاه على طول. فالمعلم بيلاقيها طارت لفوق كده، فبيقول لنفسه دي طلعت مش عاديه. فبياخدها للمطعم بس بيلاقيه مقفول. فالبت بتزعل فبياخدها معاه للبيت، وهو عمال يقول لازم اخلي بابا وماما يتعرفوا عليك. وبياخدها للبيت بقى ولكن ما بترضاش تخش، وده علشان هدومها متبهدله يعني، وبتتاسف له على شكلها. بس المعلم بقى بيقعد على الارض وبيبهدل هدومه هو كمان. فالبت بتعيط بفرحه كده وبتقول له ان هي بتحبه جدا. والمعلم طبعا بيغمى عليه من الفرحه، وكانه اول مره يشوف بنت في حياته كلها. وبعد كده بقى بيدخلوا وبيعمل لها الاكل. فالمعلمه بتقعد تاكل بفرحه كده، وبيظهر حواليها كده طاقه. فالمعلم بيسالها ايه اللي بيحصل، فبتقول له ان هي ما تعرفش. وبيتفاجئ هنا ان كل الكدمات اللي في جسمها دي خلاص اختفت، بس بتقول له ان هي برضه لسه جعانه. فالمعلم
فالمعلم بيسيبها تاكل براحتها، واللي بتفضل تاكل كتير جدا وبتسأله ايه انا اكلت كتير، فالمعلم بيقول لها الف هنا، وان تقريبا كده روحها بتسمح لها ان هي تجمع طاقة بسرعة عن طريق الاكل، فبتقول له ان هي ما تعرفش، وده علشان دي اول مرة تاكل كده لحد اما تشبع، بس المعلم بيطمنها انه هياكلها كويس، فبتقول له عندك انا ست حرة مستقلة يعني اقدر اصرف على نفسي، وبالرغم ان ضاع مني فلوس بس برضه لسه معايا. فالمعلم بسرعة كده بيروح يجيب الفلوس اللي لقاها وبيسألها بتاعتك دي، فالمعلمة طبعا هنا بتاخدها بفرحة كده وبتقول له ان هي هتروح بسرعة كده تحطهم في الحصالة، فالمعلم بيقول لها طيب انا هروح معاكي علشان الطريق خطر على بنت لوحدها، وبعد كده بقى بيطلع معاها، واللي في الطريق كده بيكون هو اللي خايف اساسا، وبيقول لها لو خايفة تقدري تمسكي ايدي، ولكن هي بتفلته وبتقول له شكلك انت اللي خايف، فالمعلم بيقول لها لا الراجل ما بيخافش، بس بتمدله ايديها كده وبتقول له امسكها لو خايف، بس فجأة كده بتلمح حاجة غريبة وبتجري على بيتها، فبتلاقي هنا ان بيتها اتهد، فالمعلم زنج بيقول لها هو ده بيتك؟ فبتقعد تعيط يا عيني، فالمعلم بيقول لها ولا يهمك تقدري تيجي معايا لبيتي، وبيبقى في حرس واقفين كده وبيفتكروا انه مجنون اصله بيتكلم مع نفسه، بس بتعرفوا ان هم قبل ما يمشوا لازم تروح تقول لجدتها حاجة، فالمعلم بيروح معاها كده وهو متحمس علشان هيقابل حد من عيلتها، بس في الاخر كده بيلاقيها صورة على الحيطة، فبيسألها ايه هي ماتت؟ فبتقول له ايوه، وبعد كده بقى بياخدها لبيته، واللي بيبقى قاعد على السرير وهو بيفكر يا ترى ايه قوتها، وبيبقى المعلم متأكد ان هي مميزة، بس فجأة كده بتطلع والمعلم بينبهر بجمالها، فبتسأله مالك وشك احمر كده ليه؟ بس هو بيقول لها لا لا ولا حاجة خالص يلا ننام، وبعد كده بقى بيروحوا يناموا، ولكن وهي بتبصله كده باستغراب من تصرفاته الغريبة، وبعد كده ولما بينام بيحلم بنفس الحاجة برضه مرة تانية، وبيلاقي بقعة صفرة، فالمعلم بيشوفها كده وبيلاقي ان باقي 9 ايام على فتح البوابة، واللي بعد كده بقى بيلاقي واحدة بيضة، فبيستغرب جدا وبيشوفها هي ايه، فبيلاقي ان جواها كده باي، فبيقعد ينادي عليها لحد ما خلاص بيقوم من النوم وبيبص عليها وبيقرر انه يحميها دايما مهما كانت هي مين، وبعد كده بقى بياخدها للملاهي وبيركبوا الدولاب الدوار، واللي فجأة كده بيحصل عطل في اللعبة، وبيحاول المعلم زنج انه يفتح الباب ولكن ما بيتفتحش، فبتضرب له الباب كده تكسره له، فبيبص المعلم زنج وبيلاحظ ان الرياح مش طبيعية وان ده اساسا اعصار، وبيقول ده كمان مش طبيعي دي كده مفرمة الهوا، وان هي لو استمرت على كده اكيد هتطير العربيات بينا، واللي بالفعل الهوا بيبدأ يسحب فيهم كده، فبيقلق المعلم زنج على الناس اللي موجودين، وبيفتكر كلام ابوه هنا ان الاعصار ده بيتشكل من تحت لفوق، وبيكون بيفكر في طريقة يهربوا بيها، وبيكلم الدعم علشان يجولهم وبيردوا عليه بسرعة، فبيعرفهم المكان كده، فبيبلغوه ان هم هيبلغوا اقرب نقطة علشان يبعتوا له حد لانقاذه، وبعد كده بقى بيكلموا واحد اسمه فيفيان، واللي بيعرفوا انه جاي له بمجموعة مكونة من 36 شخص وكمان معاهم طيارة، فالمعلم بيعرفهم ان الاعصار ده متشكل من تحت لفوق يعني مفيش طيارة هتقدر تقرب من هنا، وبيفضل المعلم زنج يقول لهم على المعدات اللي عايزها واللي بتبقى ضد اللي هم عايزينه، فبيقول له المعلم فيفيان حتى لو انت ابن تشانج انا برضو مش هسمح لك تلعب في موقف زي ده لان انت استحالة تقدر تسوق دبابة، فالمعلم بيقول لهم انه ما بيهزرش وان سرعة الرياح هنا وصلت ل 400 متر في الثانية، ولما بيسألوا هيعمل ايه فبيقول له انه عايز يعمل فتحة في قلب الاعصار، واللي ساعتها بس هيقدر على الاقل ينقذ 100 شخص من اللي موجودين في اللعبة، بس المهم يوصلوا هم لهنا خلال ساعة من دلوقتي، واللي هو هينقل الكل لأعلى نقطة لحد ما هم يوصلوا، فبيقول واحد منهم ده الخطة دي محتاجة الفاندام علشان حتى لو عمل فتح التهوية هينزل الناس ازاي؟ الاعصار هيرجع تاني، فالمعلم بيبدأ يقول لهم خطته في انه يستغل البحيرة اللي تحتهم علشان يعني يرمي الناس فيها، وده بمجرد ما يفتح فتحة في الاعصار، وان كده هيضمنوا اكبر عدد منهم ينقذوه، وبعد كده بقى بيقفل معاه علشان يبدأ الخطة، بس بيبقى المعلم فيفان والباقيين مترددين ينفذوا خطته، بس بيقرروا ينفذوها في
الآخر. أما بقى المعلم زانج فبيبلغ باي إنه هيتحرك لإنقاذ الناس، فبتخاف عليه جدا وبتحاول تمنعه، ولكن بيقول لها لأ وإنه لازم ينقذ الناس. فبيطلع حبل كده وبيقول لها ما تقلقيش ده قوي جدا، واللي بيخليه معاه علشان يستعمله في أي ظرف زي ده كده، وبيربطها بيه هي كمان وبينط على العربية. والمعلم بقى بيمد لها ايده كده وبيقول لها ايه خايفة، ولكن بتقول له ان هي ما بتخافش من حاجة وهي معاه. فالمعلم هنا كده بيشرح لها خطته وهيعمل ايه بالظبط، وبيقول لها اللي مطلوب منها تعمله، وبعد كده بقى بيتحرك وبيسأل الرياح لو هي من النوع اللي بيعمل كده. فبتقول له لا طبعا، وان الاعصار ده بيبقى من عالم الريح الروحي. فالمعلم بيسألها طيب ايه اللي حول الرياح دي للشكل ده؟ فبتقول له ان دي قوانين العوالم الروحية دايما كده مختلفة عن هنا. فالمعلم بيقول لها قوانين ايه دي؟ فبتقول له القانون هو الكائنات الحية. فالمعلم بيسألها هو انت ممكن تتكلمي مع الرياح دي، يعني ممكن تهديها؟ فبتقول له لا طبعا، لان هي من عالم مختلف، بس لو حولوها لرياح جاية هي كمان ساعتها بقى هنقدر نتفاهم. فالمعلم بيسألها طب ازاي؟ فبتبدأ تحكي له القصة كده، وان كل اللي مطلوب منه انه ياكل المركز بتاع الاعصار. فالمعلم بيفهم هنا كده ان الاحلام بتاعته دي رسائل من كوكب الارض، واللي بيطلب منه المساعدة هنا علشان العوالم الروحية دي بتحاول تسيطر عليه، واللي بيطلب هنا كده يشوف مكان المركز بتاع الاعصار. بس فجأة كده بيحس ان مجال رؤيته بقى اوسع وبيشوف المركز، وبيطمن الرياح هنا انه هيقدر يعملها. والمعلم بينط من مكانه كده، بس باي بتخاف عليه واللي بتقعد تنادي عليه وبتحاول تروح له، ولكن الحبل بيكون رابطها بالعربية. بس بتطمن هنا لما بتلاقيه كده مسك العمود وبيطلع عليهم، فبتستغرب هو ليه بيلعب تحت كده وهو اصلا كان رايح ينقذ الناس. بس فجأة كده اول لما بيقرب من مركز الاعصار بيبدأ يهاجمه، واللي بيكون خلاص في ضربة جاية عليه وخلاص المعلم بيستسلم لموته، بس بتقف قصاده الرياح وبتساعده. فالمعلم بيشكرها فبتقوله اتصرف بسرعة يلا، والمعلم بيحس بيها كده ان هي بدأت تضعف، وهنا بيقول لنفسه لازم فعلا اتصرف لان الاعصار ده ممكن يحولني لقطع. واللي فجأة كده العمود اللي ماسك فيه ده بنشوفه بيتكسر، فالمعلم بيقع وبيمسك في واحد تاني وبيحس بنفس الاحساس اللي كان حاسس بيه قبل كده وقت السباق مع ابوه. والمعلم بيبدأ ينط هنا كده من عمود للتاني وبيفضل الاعصار يهاجمه، بس الرياح بتنقذه كده مرة تانية. واللي اول ما بيقرب من المركز قوي بيلاقي ان درجة الحرارة هناك قليلة جدا، وبيتفاجئ ان المركز بيتحرك. فالمعلم هنا بيسأل نفسه لو حاسس بالخطر، واللي بيحاول كده يمنعه، واللي بالفعل بيهاجموا المركز. فبسرعة كده بيرجع جسمه لورا ولكن برضه بيقع. بس في اللحظة دي بيكون وصل الفريق بالدبابة وبينزل كده فوق عمود تاني. فبيقف المعلم وبيمسك الموبايل وعلى طول كده بيكلمهم، ولكن مش بيسمعوه بسبب صوت الرياح القوي. فالمعلم بيطلب من الرياح هنا تحط حاجز حواليه، فالرياح بتعمل كده، وبعد كده بقى بيقول لهم على المكان اللي يضربوا فيه نار، واللي بالفعل بيعملوا كده. فبيقرر هو يستغل الفرصة ويسيطر على المركز. بس بيستغرب المعلم فيفان لزانج غير الخطة، اصل مش دي الخطة اللي اتفقوا عليها. وبيقع المعلم على عمود تاني كده وبيبقى بينزف، بس بيمنع فيفان انه يقف وبيقول له يلا استمر في ضرب البحيرة اضرب بالصواريخ. فبينفذ فيفان هنا بس وهو متفاجئ من اصراره ده، واللي بسبب المية بيتحرك المركز في اتجاه زانج، واللي على طول بيهاجمه وبيكون خلاص هيقع.